السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي مطبخ فردوس. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم غنقدم معكم حلويات من خليط واحد باربعه ديال النكهات مختلفة عن الاخرى واربعه الاشكال مختلفة، وحده ما كتشبه الاخرى، كيجيو رائعين في المذاق. وكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم وتجربوه، بصح كيتستاهل التجربة، ساهلين في التحضير ديالهم والمقادير بساط والمذاق رائع. وكنتمنى تشجعوني باللايكات ديالكم والكومنتات المحفزه تاعكم، وان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. ومع الدخول ديال العيد ان شاء الله كيحار بنادم ما كيعرفش شنو يوجد. المهم انا شكيلات اللي وجدت غادي نشاركهم معكم. ومرحبا بكم مره اخرى معايا في القناه، واللي مازال ما اشتركتش تشترك معايا في القناه، وهذا فضل منكم وليس امر مني. وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم محفزه. ويلا معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، باكيه ديال الزبده مانكارين. زدت عليها 2 كيسان ديال السكر كلاصي، ممكن ديري كاس ديال سنيده وكاس ديال السكر كلاصي ولا 2 كيسان سنيده. المهم انا درت 2 كيسان ديال السكر كلاصي وشويه الملحه صحيح الذوق. وكتخلطي ديك الزبده مزيان مع السكر كلاصي حتى تحصلي على واحد العجين كريميه. تدخلي داك السكر مزيان في الزبده وكتزيدي تزيدي عليه واحد الفانيلا وكتخلطيها مزيان في الخليط ديالك. وكتزيدي واحد 3 ديال البيضات، تخلطوا داك البيض مع الزبده مزيان. ومن الاحسن تسبقوا الزيت على البيض، مع البيض كيكون لذيذ وما كيخليش الزبده ديالكم تطلق. ومن الاحسن تسبقوا الزيت على البيض. المهم انا سبقت البيض. عندي هنايا 2 كيسان ديال الزيت، وكتخلطي الخليط ديالك مزيان. من بعد ما كتخلطيه كتزيدي عليه واحد الكاس مع عمرش ديال الليمون. انا درت هنايا ضفت عليها النكهه ديال الليمون، كتعطي داك الليمون كيعطي واحد المذاق رائع. وكتخلطوا مزيان الخليط حتى يدخل داك الليمون في الخليط. وكتزيدي هنايا واحد الكاس ديال النشا. بالنسبه لهاد النشا هذا راه كيخلي الحلوه ديالكم تجي خفيفه وتجي هشه، تجي رطبه وكتذوب في الفم، كتجي رائعه في المذاق. وكنخلطها مزيان. وهنا بالنسبه للدقيق تمسح ليا واحد المقطع ديال الفيديو فاش كنزيد في الدقيق. المهم هنايا راه ما درت حتى حاجه من بعد داكشي اللي وريتكم، راه زدت الدقيق. وهنا كتزيدوا الدقيق تدريجيا شويه بشويه، ما تخويوش الدقيق مره واحده باش ما تجيش لكم العجينه قاصحه. نتيا كتخلطي وكتزيدي في الدقيق حتى تحصلي على واحد العجينه رطبه. بالنسبه للدقيق انا هنايا زدت ليا تقريبا واحد كيلو وشويه ديال الدقيق. وعلى حسب نتوما، على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي عادي. ودرت 2 خمارات حمرين. وكنخلط العجين ديالي مزيان حتى نحصل على هذه العجينه هذه رطبه. وكنقسمها على 4 ديال الاشكال، هانتوما 4 ديال الكويرات، كل جزء بوحدو. وكنكورهم وكنحطهم الاولى. الجزء الاول درت فيه 2 معالق ديال الفيرميسين وكنعجنها مزيان، كنخلطها مزيان حتى تيدخل لي داك الفيرميسين في العجين. وانتم كما كتشوفوا غادي نديرها في واحد البلاستيكه وغادي نخليها على جنب. وغادي ندوزو للجزء الثاني. الجزء الثاني درته بالفلون ديال الكراميل. الفلون الكراميل كيخلي واحد المذاق رائع في الحلوه، جربوها ما تندموش عليها. وغادي تديروها في بلاستيكه وتخليوها على جنب. وغادي ندوزو للجزء الثالث درته بالفواكه المعسله. هاد الفواكه المعسله كتدخلوه مزيان في الخليط وكنزيد عليهم واحد شويه ديال النكهه ديال الحامض. فقط هاد النكهه هذه فقط اختياريه. وبالنسبه لهذا الشيء اللي ضفنا للحلوه نتوما على حسب الذوق ديالكم، كل نكهه ممكن ديروها على حسب الذوق ديالكم. وهذا هو الجزء الثالث. غادي ندوزو للجزء الرابع. الجزء الرابع درت فيه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وخلطها مزيان حتى نحصل على واحد العجينه بحال هكا، عجينه كحله، عجينه سوداء. غادي نديرها في واحد البلاستيكه وغادي نخليهم على جنب. ودخلتهم للثلاجه تقريبا واحد نص ساعه، درتهم في الثلاجه نص ساعه وخرجتهم وخدمت بهم. يعني نتوما كما كتشوفوا كنحصلوا على 4 ديال الاجزاء مختلفين. هنا سبقت ديال الكاكاو كنديرها حريب لا طوال، حريب لا طوال بحال الشكل ديال القريشلات، حريب لا طوال. وكتقطعوهم بحال السيجار، كتقطعيهم بحال السيجار وحده قد الاخرى. هانتوما الاولانيه كنعبروا بها نفس العبار وكتعمري اللاطه ديالك حتى تكملي العجين كاملها. هانتوما كما كتشوفوا غادي نستف العجينه ديالي في اللاطه
وغندخلها للفرن حتى تطيب، وغادي يكون رقيقه حيتاش ما تكثرش العجينه مع كتزاد مع الخمارات كتزاد في الفران. وهذه ديال الكراميل، الجزء الثاني ديال الكراميل درتو على شكل هلالات، ولكن يكونوا رقاق باش ما يجيكمش باش ما تجيكمش الهلال ديالكم غليظه، حيتاش الا دخلناها للفران كيتزاد الحجم ديالها. هذا هو الشكل ديال الهلالات ديالنا. غادي ندخلوهم للفران يطيبوا على خاطرهم تيوليو ذهبيين. وهذا هو الجزء الثالث. غادي نكوروا، غادي نديروا شكيله نكوروا ما بين يدينا بحال الشكل ديال البهله. غادي ندوروهم ونحطوهم وغادي نشكلوا في الوسط واحد الثقب فاش طيب نعمروه بالكونفيتير ولا بالشوكولاط ولا باش ما حبيتو نتوما. هنايا كنشكل دوك الثقب من الوسط يا اما بصبعك يا اما بشي معلقه بحال هكا، وكندخلوها حتى هي الفرن طيب. وغادي ندوزو للشكل الاخير الرابع. غادي نسرحوه مزيان في واحد البلاستيكه. هاد البلاستيكه كتسهل عليكم الخدمه. غادي تسرحوه مزيان وغادي تقطعوه باي قطعه عندكم. انا استعملت هاد القطعه اللي عندي اللي تيقولوا لها الفرفاره. تستعملي نتيا اي قطعه عندك. من بعد ما كتقطعيهم كتستفيهم في اللاطه ديالك وكتدخليهم للفرن حتى يطيبوا مزيان، وندوزو للشكل تاع التزيين ان شاء الله. هنايا من بعد ما كطيب الحلوه ديالنا، هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كطيب. هذا الشكل ديال عين البقره اللي كنقولوا حنا، وهذا الهلال، وهادو دوك الصبيعات داك الصيغار، وهذيك الاخرى ديال الفرفاره. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كطيب. غادي ندوزو ان شاء الله للتزيين. هنا في التزيين ديال هاد عين البقره غادي نحتاج الكونفيتير، وغادي نحتاج الكاوكاو كونكاسي مهرمش، وغادي نحتاج الكوك محمر. هانتوما كما كتشوفوا نص غادي ندير ليه داك الكاوكاو، والنص الاخر غادي ندير ليه الكوك محمر. تتحمريه مزيان تعطيك واحد اللون ذهبي وكتخدمي به. وكنخدم بنفس الطريقه كاملهم الشكيلات ديال هاد العين البقره تنكملهم كاملهم. هانتوما كندوزها من الكاوكاو وندوزها من الكوك محمر. كديري نص نص ولا كدوزها كاملها في الكاوكاو نتيا وحسب الذوق ديالك. هذه كفكره وانتيا بدعي في الحلوه ديالك. هنايا كناخذ الكونفيتير كنزيد عليه واحد الملون احمر الا كان متواجد عندكم. عفوا ما عندكمش ممكن ديروا الكونفيتير عادي هكاك، ولا شوكولاط كحل ولا شوكولاط ابيض ولا الكراميل. هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها من بعد ما كنسالي الديكوراسيون ديالها. بعد ما كنديكوريها كندوز لدوك السيجارات دوك الصبيعات. هاد الشكلاط بيض كنزيد ليه واحد المعلقه صغيره ديال النشا. ديما شكلاط بيض في الا كان الحال سخون زيدوا ليه داك النشا، راه ما كيخليش الشكلاط ديالكم يسيح مع الحلوه الا كان الحال سخون. جربوها وردوا عليه الخبر، وكيعطي الشكلاط واحد اللمعان واحد البيضيه كيبان لك الشكلاط بيض بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كنغطس دوك السيجارات كاملهم حتى تنكملهم كاملهم في داك الشكلاط، ومن بعد كنعاود نزينهم من الفوق بالشكلاط اسود. هانتوما تنكمل السيجارات ديالي كاملهم في الشكلاط، وكندير لهم واحد شويه ديال ديك الشعريه ديال الكنافه من الفوق. هانتوما كتبان لكم صفراء. وكناخذ شكلاط كحل كندوبو كنديرو في واحد البلاستيكه ولا في واحد الليبره ولا المهم، كدوزها من الفوق السرنج وكندوزها من الفوق. هذا هو الشكل ديال الهلال. حتى هو كندهنو بالكونفيتير وكندوز النص في الكوك عادي كخليطو بيض الكوك عادي، والنص في الكاوكاو مهرمش. هانتوما كما كتشوفوا حتى تنكمل نفس الطريقه حتى تنكمل الهلالات ديالي كاملهم. وانتوما كما كتشوفوا وغادي ندوزو للشكل ديال الفرفاره. هذيك الفرفاره كنغطسوها في الشكلاط كحل، كنغطسوها كاملها في الشكلاط كحل وكنخليوها كنحطوها فوق شي بلاستيكه ولا فوق شي حاجه حتى تسقطر، وكنديروا فوقها ديك الساعه كنديروا فوقها قرقعه من الفوق، نص قرقعه من الفوق باش يلصق القرقاع مع الشكلاط، ما تخليوش حتى الاخر. هانتوما كما كتشوفوا كنغطس الشكلاط وكنصاوب بجوج ولا ثلاثه وكندير لهم داك القرقاع من الفوق باش يلصق معكم القرقاع على السطح ديال الحلوه. ومن بعد ما كنديروا دوك القرقاعات من الفوق غادي نخليوها تبرد. الحلوه ديالنا نخليوها تبرد ونقدموها في الصحن ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما كتبرد، وكنقدمها في صحن التقديم. وانتم كما كتشوفوا هادو هما دوك الصبيعات داك الصيغار اللي كنغطسوا في الشكلاط الابيض اللي بالعجينه ديال الكاكاو.
هانتوما كما كتشوفوا راه كتجي رطبه وكتجي كتذوب في الفم. وهذه كفكره، وانتم الحلوه ديالكم تفننوا فيها كيف ما بغيتو كيف ما حبيتو. وهذا الشكل الاخر ديال العين البقره اللي كندير من الوسط الكونفيتير مع الملون احمر، حتى هي كتجي رطبه وعجينه ما كتشبه الاخرى، مذاقات مختلفه ومن عجينه وحده. جربوها ما تندموش عليها. هانتوما كما كتشوفوا. وغادي ندوزو نشوفوا الشكل الثالث، الفرفاره هذيك اللي قطعت بالقطاعه وغطستها في الشكلاط كحل ودرت ليها واحد القرقعه من الفوق. وانتم ممكن ديروا قرقعه من الفوق، ممكن ديروا لوزه، ممكن ديروا اي حاجه عندكم، وممكن تخليوها هكاك فقط بالشكلاط كحل انتم وعلى حسب الموجود عندكم وعلى حسب الذوق ديالكم. وانتم كما كتشوفوا الشكل ديالها حتى هي كتجي رائعه شكلا ومذاقا انتم، وكتجي رطبه. وهذا الخليط كله راه كتجي الحلوه ديالو رطبه وكتجي كتذوب في الفم. وان شاء الله تجربوهم. واخا جا الفيديو شويه جا شويه معطل. وهذا الشكل ديال الهلالات ديالنا حتى هما اللي درنا في الكوك وفي الكاوكاو حتى هي راه كما كتشوفوا هانتوما راه كي كنضغط عليها راه كتفرتت معايا كتجي رطبه. وكنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، وفي انتظار التشجيعات ديالكم، ونتمنى لكم دوام الصحه والعافيه ان شاء الله، وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو. وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك والكومونتات ديالكم اللي كيدعموني، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله واقتراحات جديده وافكار جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.